مش الرياضة هي اللي بتغير حياتك، ولكن الالتزام بالرياضة هي اللي بتصنع لك التغيير الحقيقي. ولكن في عادة مدمرة عند الرياضيين، وهي مقارنة نفسهم بالآخرين، أو مثلا إني بدي أصير جسمي أحسن من فلان، بالتالي أي نتيجة بحققها رح يشوفها نتيجة أقل من المطلوب، ما رح يكون راضي عنها. بينما إذا ترك الإنسان جسمه يعيش تطور الطبيعي، أي نتيجة رح يحققها رح تكون نتيجة مرضية له وإيجابية. نفس الشيء بيصير مع المشجع المدريدي اللي كان عنده توني كروس ومودريتش وكاسيميرو ودي ماريا وألونسو، حاليا بحط الأسماء الجديدة فالفيردي وتشواميني وفعليا آردا جولير، بمقارنة مع هدول الأسماء بيشوف إنه الأداء اللي بيقدموه أقل بكثير من اللي كانت تقدمه الأسماء القديمة. بينما إذا تركنا الأسماء الجديدة من الشباب تعيش تطورها الطبيعي وتصل لمرحلة النضج الكروي المطلوب، فعليا أكيد رح تكون حالة الرضا جماهيريا وإعلاميا أفضل بكثير من الحالة اللي إحنا عايشينها حاليا. بالتالي أتمنى إنه يعني حتى إعلاميا وجماهيريا خلينا نترك اللاعبين يعيشوا تطورهم الطبيعي عشان نوصل لأفضل نسخة من ريال مدريد.